برنامجية مختلفة، نفس المقطع نفس اليوم، لكن وش الفرق؟ قررت أجرب الأسبوع كامل أو أكثر، أشوف من اللي يسهل وقتي ووقتك. قبل ما أبدأ التجربة فكرت وش المحتوى اللي أسويه أصلا. بعد بحث اقترح لي أحد الشباب سكتشات، هو من زمان يقترح لي، فقلت ليش ما أسويها؟ محتوى كثير، ما بتبلش في الأفكار، ولو بلشت تقدر تسرق زي كل الناس اللي يسرقون. فجربت على حساباتي الشخصية عشان لو زبطت يعني مساعدة لي، ليش لا يعني. أحاول أوريكم جميع التفاصيل عشان تكون التجربة واضحة وشاملة يعني. أتمنى تستمتع. اليوم الأول قاعد أقلب في الشورتات ولقيت مقطع قديم، واحد قاعد يسوي ASMR بشوكة ومقلاها كذا مزعج. فقلت ليش ما اسويه؟ سويت المقطع، كنت ماني طق خبر يعني، قاعد اسوي كذا اي شيء تسلك لي امشي تطرح الفكره، ونزلته في المنصتين. ولما نزلته جايب الى لحظه تسجيلي 2400 في الانستغرام. طيب في التيك توك ان الصوت والتظبيط كله صار في التيك توك، والكتابه الا انه جايب 580. ليش يعني؟ هذه بدايتها، مع الوقت يتحسن الوضع. نتمنى احنا باقي نتمنى ان السنة. فكرة اليوم الثاني قلت ليش ما أبدع أكثر؟ ليش ما أحاول أجيب فكرة راح تجيب مشاهدات؟ اضطريت إني أستلهم من الواقع حقي، لازم واحد يستلهم من الواقع والقصص اللي تصير حوالي. سويت هذا المقطع. يا أخي إيش ذي الشيلات المخيسة يا أخي؟ شغلنا حامد الضبعة ولا نزلت؟ انزل يا أخي، برد يا أخي، طفي مكيف. طفي مكيف ولا أسري؟ أسر قروشتنا. وتدري ايش صار؟ نزلته في التيك توك وفجر. كم جاب لي مشاهده في ظنك؟ هذا تفجير التيك توك، جاب لي 1313. احلى شيء في الحياه، امشي رقم مميز. لان لما نزلته في الانستغرام جاب لي 4400، قبلها 4 مرات. ايش السبب اللي يخلي التيك توك زي الزق؟ مقطعين عادي، المقاطع اللي بعد بيتحسن الوضع المفروض. فلما جاء اليوم اللي بعده قلت لازم افكر بفكره تتفجر في كل مكان عشان التجربه تصير قويه، عشان المقطع يصير حلو. بعد ففكرت طلعت بفكره جهنميه اعتقد انها راح تضرب. المقطع جاب في التيك توك 326,000. انصدمت. مقطع جامد اظن، او كنت احسب على الاقل كم مشاهدات معناته جامد. الحين جاب سقف عالي من المشاهدات. في ظنك كم جاب في الانستغرام؟ بوم 1,400,000. 1,400,000 الطريق الى الشهرة في الجيب. تدري ايش المقاطع الجايه بتعب فيها اكثر وبجيب مشاهدات اعلى. اليوم اللي بعده اتمشى انا الشباب في تويتر او اكس وطلع لي المقطع. يعني اكيد انها مقطع جامد صح؟ وانا بس اللي جامد مقطع زين، لا تكرهون. سويت المقطع يعني رفيه كذا من عندي ما يهم رايكم. ثقه بالنفس. الثقة بالنفس جابت لي في التيك توك 468. ممتازة. فجر. بحاول أخلص المقطع ذا بسرعة لأنه جاب في الانستغرام برضو 1000، أكثر من دبل. قلت ما ينفع موضوع الصور، ما جاب مشاهدات. فنزلت في نفس اليوم مقطع ثاني ما جاب مشاهدات واجد. كيف عرفته وما كمل اليوم؟ ندمت بعد ما نزلت المقطع، حسيت إنه كرنج. خلاص تجربة وسويت لك مقطع هذا. كيف يا ولد؟ هذا بس يلعب زي كذا ويجيب مشاهدات. خلاص انا بس زي كذا، الموضوع سهل. انت تستطيع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله، صبحكم الله بخير ومساكم الله بخير. كنا حسبتم مشاهدة الفيديو اليوم زي ما انتم شايفين قاعدين نلعب فورتنايت. مقطعنا حريق، لا تنسوا اللايك والاشتراك في جلسة التنبيهات. اتمنى تدعموني، انا يوتيوبر اول مقطع لي. الحين مقطعي اكيد انه جاب مشاهدات. يس. قلت يمكن له علاقة في اليوتيوب هذا نخليهم يجون اليوتيوب يشتركون. جابت اللي في التيك توك 9200، واللي هو حاجة يعني ممتاز الحمد لله. الأقل أحسن من 400 اللي قبلها. كم جابت لي في الانستغرام؟ جابت لي 3000 لأول مرة. مشاهدات مقطعي في التيك توك تتعدى اللي في الانستغرام. كيف؟ الله أعلم. نشوف نهاية المقطع ايش بس. فلما جاء اليوم اللي بعده قلت برضو بحاول أسوي حاجة جديدة ما قد شفتها. بحثت عن الواقع والقصص اللي صارت لي، وطلعت لكم مقطع خرافي ما قد شفته عند أحد، وعلى الأقل بأسلوبي. لا مستحيل إنك صارت لأحد لأنها صارت لي شخصيا. ما شاء الله. وين هموك يا خالد؟ والله الوالد في الجنوب، كثر من سفرات أهل الجنوب. شايف الظاهر إنه ماخذ لها عسيرية. القصة الشخصية هذه الجديدة اللي متفرد فيها أنا جابت لي في التيك توك 302. أنا نسى الاثنين أهم من 300. الانستغرام جاب لي 4000، يعني دبلها 3 مرات او اكثر. مستحيل. كيف مع عدد المتابعين اللي في التيك توك اكثر من اللي في الانستغرام؟ اليوم اللي بعده قلت خلاص يعني مقطع السيارات ضرب، خلني اسوي مقطع فيه سيارات ثانيه. ربعنا يحبون السيارات، سويت مقطع فيه سيارات. فكره جديده من عندي انا اخترعتها على ما اظن، ما قد لقيتها. مخزن
مخزة. والفكرة الخرافية الأسطورية هذه جابت لي في التيك توك 3200 مشاهدة. ليش ما جاب 300 مليون؟ لأن في الانستغرام وصل 56 ألف مشاهدة. يا ساتر، كم مرة دبل هذه؟ أكثرنا ب50 ألف مشاهدة. فقلت إيش في شيء حول السيارات؟ في حراج، بس خلني أغير موضوع السيارات وأجيب حاجة ثانية في حراج. سويت مقطع جميل كذا، نبي مشاهدات عالية. ايش ذا؟ اوه يا ولد، المكرونه شاريه من 10 سنين، والله شاريه ب 500 ريال، انا يعني حراج تكسب عليه. جاب لي في التيك توك 1200 مشاهده. ليه؟ ايش السبب يعني؟ حرام يا اخي، ابداع. انا اول مره نزلته جاني تحذير كذا بوجهي، ظاهر عشان صفحه حراجه او حاجه، اضطريت اعدلها، نزلتها مره ثانيه والحمد لله. بس جابت 1200، يعني ظلم يا اخي. مستحيل يجيب مشاهدات في الانستغرام. جاب ما جابتها هنا. جاب لي ثاني اعلى مشاهدات بعد المليون، 144 الف مقابل 1200. هو نفس المقطع هنا نفسه هنا، المفروض في فرق؟ ما في فرق. هنا بديت قلت خلاص اكيد انستغرام هو افضل. يعني ليش يا اخي؟ تيك توك انا مستهدف، خلاص انهي التجربه. صار لي شويه تخاذل، سويت مقطع بالاي اي. اسف اعتذر، الكسل، بس حاولت يكون في فكره. مع اني بعدين خفيته من حساباتي. لما اخفيت المقطعين اللي في التيك توك كان جايب 272، وفي الانستغرام كان جايب 1000 مشاهد. مع انه ذكاء اصطناعي، والمفروض السوشيال ميديا تحارب بالذكاء الاصطناعي. المفروض يعني انحرت حقي بس، والثانيين ترى بومبارديلو وكروكوديلو منتشر عادي. فقلت خليني انهيها مقطع انا اسوي، ما يكون فيه ذكاء اصطناعي ولا اسرقه من احد. احاول اني ما اسرقه من احد. سويت المقطع الختامي، خلاص التيك توك ما عاد له عذر، لازم تنشر من التيك توك. النسوان مكانهم المطبخ. قلت قوم يسوي لنا كبسه، وعيت حطها مخمس. يا شباب سؤال محرج جدا جدا، جاك واحد يخطب اختك، خليه يشوف النظره الشرعيه. تدرون وين اكثر مكان اكون فيه مبدع واكرس كل ابداعاتي؟ احسنتوا، مكان المطبخ. جاب لي في التيك توك 200 مشاهده. خرع التيك توك. في الانستغرام جاب لي 3071. تجربة في كل الحالتين. يمكن انا السبب اني يمكن انا ما اعرف امثل، يمكن افكاري زي الخرا، يمكن في اسباب كثيره تخلي الوضع اصعب، ممكن تحتاج وقت اكثر بكثير. لكن اللي في الختام الموضوع، مشاهدات الانستغرام اكثر بكثير من المشاهدات اللي لقيتها من التيك توك، اذا المحتوى اللي هو سكتشات او في المحتويات الثانيه اللي من اليوتيوب. والسبب اللي استنتجته انا بنفسي ان الانستغرام يعتمد كثير على عدد متابعينك، لانه يوريهم اول ما تنزل مقطع يوريه متابعينك، فمتابعينك يوصلهم المقطع، ويكون المقطع مرتبط بالحساب اكثر، مو كمقطع منفصل. عكس التيك توك اللي عامل كل مقطع منفصل، كأنه واحد هو فاتح الحساب ورامي ذا المقطع. طريقة التعامل مع كل مقطع مختلفة. عكس الانستغرام، منظومة كاملة تعتمد على أن الناس تتابعك، يعني في ستورياتك مهمة. الانستغرام يركز انه يبني كوميونتي للحساب، عكس التيك توك اللي عدد الفولوات اللي في التيك توك ما اعتقد ان فيها أهمية كثير. فكانت هذه تجربتي البسيطة المتواضعة. اتمنى إذا عجبتكم يعني تعطونا لايك، تشتركون في القناة. خلينا نوصل 3000 مشترك. نشوفكم في المقاطع القادمة. امان الله.